جم يوزعوا ما رضيوش ياخدوا. هو مين بيعلم مين؟ الخادم بيعلم المخدوم ولا المخدوم بيعلم الخادم؟ خليكم معانا. يبتدي النهاردة إصحاح 10 و11 في أعمال الرسل بقصص جميلة جدا. قصة كرنيليوس، واحد كان قائد 100، راجل عظيم وغني لكن ما كانش من شعب اليهود. وكرنيليوس ده كان بيحب ربنا جدا من كتر ما بيسمع عنه، فابتدى يصلي ازاي؟ بيكلم ربنا. عرف كمان ان الصدقة ومساعدة الغلابة كتير بتفرح ربنا، فابتدى يدي صدقات كتيرة قوي. وعرف ان الصوم حاجة بتخلي الواحد ما يهتمش بالجسديات ويرفع قلبه لربنا، فكان بيصوم بيدي صدقة وبيصلي رغم انه لسه ما انضمش لشعب ربنا. طب ربنا ما كانش واخد باله، بالعكس بعت له ملاك ظهر له فجأة. فكرنيليوس اتخض، ايه ده ملاك؟ فالملاك قال له يا كرنيليوس، ايه ده انت عارفني؟ طبعا حبيبي، معروف عند ربنا باسمك. قال له بص بقى، هحكي لك الحكاية. انت تروح عند بلد اسمها يافا، هتلاقي في بيت واحد اسمه سمعان الدباغ. فين؟ بيته عند البحر. هو انتوا عارفين الناس دي كلها؟ طب اسأل عن سمعان الدباغ ده. قال له لا، اسأل عن واحد اسمه سمعان ولقبه بطرس لحسن تتلخبط. ايه يا رب الوصف الدقيق ده؟ ايوه انا هوصل ولادي خطوه بخطوه. طب يا رب ما دام بعت له ملاك، ما الملاك يحكي له. تاني سفر اعمال الرسل بيكرر نفس الرساله. ربنا شغال جوه الكنيسه، شغال بولاده من خلال ولاده. فربنا يقدر يعلن عن نفسه طبعا، لكن هو عايزنا نسمع من الكنيسه، وجيل يسلم جيل يسلم جيل. فكرنيليوس الحقيقة فرح جدا وقال حاضر يا رب، أنا هسأل عن بطرس فعلا وأشوف طريقك ده يجي ازاي. في نفس الوقت ده كان معلمنا بطرس بقى الحقيقة في بيت سمعان الدباغ بيصلي على السطوح كده في هدوء، ياخد خلوة. وبعدين كان وقت الظهر فجاع، فقال لهم معلش يعني ايه، خلاص بقى الصيام، نكسر الصيام وناكل بقى ايه لقمة كده بعد ما صمنا وصلينا. وهم بيحضروا له الأكل غاب كده، اللي هو يعني كأنه مش في وعيه، وشاف رؤية. الرؤية دي كانت عبارة عن ملاية كبيرة مليانة حيوانات كتيرة، منها ينفع اليهود ياكلوه ومنهم كان نجس بالنسبة لليهود. وسمع صوت من السماء بيقول له اذبح يا بطرس وكل. فبطرس اتخض، قال له لا يا رب، ما باكلش حاجة دنسة. فربنا قال له ان اللي ربنا طهره انت ما تدنسهوش، انا بقول لك اذبح وكل. كم مرة حصلت الرؤية؟ 3 مرات. 3 مرات يحلم نفس الحلم في نفس الوقت اللي هو قاعد فيه على السطوح. وبعدين فاق من الرؤية وهو مستغرب كده، يا ترى ايه الرؤية دي؟ لقى الروح القدس جواه بيكلمه وبيقول له هتلاقي دلوقتي 3 رجالة عند الباب بيسألوا عليك، ما ترتبش وما تتخضش، روح معاهم، أنا اللي مرسلك للمكان ده. وهو بيقول كده كانوا 3 رجالة اللي بعتهم كرنيليوس بيخبطوا على بيت سمعان الدباغ. ففتح لهم، أيوة عايزين سمعان الملقب بطرس، حاضر. نزل لهم قالوا له بقى حصل كذا 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 واحنا مستنيينك علشان تيجي معانا الكرنيليوس. قال لهم طب اتفضلوا بيتوا معانا وضيفهم في بيت مين؟ سمعان الدباغ، رجل عند البحر. شوفوا ازاي كل واحد عنده خدمته، وكل واحد معروف باسمه عند ربنا. لا في حد خدمته كبيرة ولا صغيرة، الكل بيخدم أيا كان الموهبة المعطاة ليه. بيتوا تاني يوم راح معاهم بطرس عند كرنيليوس، لقى كرنيليوس عامل استقبال كبير جدا، وجمع أصحابه وعيلته وقرايبه وكل الناس عشان نسمع بقى أبونا بطرس بقى جاي يحكي لنا عن ربنا. كرنيليوس أول ما شاف بطرس راح سجد للأرض. بطرس الرسول الحقيقة كان رائع ومثال للخادم الرائع فعلا. قومه وقال له أنا إنسان مثلك. رسالة لكل خادم، اوعى تاخد مجد ربنا، احسن دي حاجة الشيطان يكعبلنا فيها قوي. المجد لربنا. المخدوم ممكن يتلخبط لانه لسه مش عارف. انت كخادم ركز، المجد كله لربنا، احنا كلنا ولاده، انت والمخدوم مخدومين عند ربنا. قومه وقال له ايه الحكايه كرنيليوس حكى له حكايه الملاك. فمعلمنا بطرس قال عجيب هو ربنا، وهو بيوري نفسه لكل الناس. وابتدى يحكي لهم عن ربنا يسوع ويحكي لهم الحكايه من البدايه. خلوا بالكم بقى، وهو بيحكي لهم حصلت حاجه غريبه قوي. الروح القدس حل على كرنيليوس وكل اللي في البيت. ايه ده؟ مش الروح القدس ده كان بوضع ايدي الرسل؟ ايوه، بس خلوا بالكم انه ساعات في الخدمه بيكون في حاجة ساعات أصعب من الخادم يقدر يعملها.
فربنا بيكمل اللي انت ما تقدرش تعمله. معلمنا بطرس كرجل يهودي شاف الحلم، قال ان ربنا هيقبل الامم مش بسهولة انه يقدر يحط ايده ويقول لهم اقبلوا الروح القدس، ما هو حاسس برضه انه يا رب اوكي ولا ايه. فالسماء عضدته والروح القدس حل عليهم زي ما حل على التلاميذ. فمعلمنا بطرس لما رأى الروح القدس حل عليهم فرح جدا وقال له يا رب شكرا انه حتى الامم قبلوك. وقال لهم طب بما ان الروح القدس حل يبقى فاضل كده المعمودية، احنا بس مش انها بالعكس، فيلا بينا يلا بينا في مية هنا، ايوه في مية، يلا بينا ننال سر المعمودية. عمدهم، كان اوريدي الروح القدس حل والناس انبسطوا جدا. واتعلم منهم بطرس الرسول انه ازاي في ناس بتتقي الله، وانه مش اليهود بس هم اللي شعب الله. تعالوا احكي لكم حكايه حصلت بجد برضو في نفس العصر اللي احنا عايشين فيه ده. انه من كام سنه 2 من الخدام راحوا الحقيقه بلد علشان يخدموا فيها، وهم في البلد دي سافروا مكان بعيد شويه عن العاصمه، بعيد بتاع 1000 كيلو. 1000 كيلو دي زي مسافه كده من القاهره لاسوان، مسافه كبيره قوي، وحته يعني صحراء ونائيه جدا ومفيش فيها فعلا اي حاجه، بمعنى مفيش اي حاجه بجد، يعني فقر مفيش بعد كده يعني. وهم في المكان ده بيخدموا الحقيقه. بعد فتره ابتدوا يعدوا خدام ويعملوا زي اعداد خدام علشان يبقى فيه خدام هم اللي بيدوا مدارس احد بعد كده. فالخدام كانوا شاطرين قوي اللي هم اللي بيعملوا لهم اعداد خدام. فالاثنين خدام اللي بيعملوا القصه دي قالوا طب ما نجيب لهم بقى حاجه تشجيعيه كده عشان هم شاطرين. نجيب لهم ايه نجيب لهم ايه؟ قعدوا يدوروا، لقوا اقرب حته يشتروا منها حاجه، مفيش اي حاجه تتباع حواليهم اصلا، واقرب حته فيها تفاح، دي الحاجه الواو يعني. فراحوا اشتروا التفاح ورجعوا فرحانين عشان يوزعوه بقى على فصل اعداد الخدام اللي معمول ده. وابتدوا يوزعوا، وهما بيوزعوا الناس بيتناقشوا اصلا هو ده ايه، اول مره في حياتهم يشوفوا تفاح، صباح بقى وبباح ولباح ومش فاهمين ده ايه اساسا يعني. وبعد كده بيتكلموا باللغه اللوكال بتاعتهم اللي هي مش اللغه المفهومه يعني. وبعدين وهما بيوزعوا جم على واحده بيدوها، قالت لهم لا شكرا. حبيبتي دوقي ده حلو؟ لا شكرا. عدوها وكملوا توزيع وبعدين رجعوا لها بقى تاني لا هو انت ليه مش عايزه تاخدي التفاح؟ فبمنتهى البراءه بصيت لهم قالت لهم انا لو اكلته وعجبني، لو جيت اجيبه تاني مش هعرف، لان انا لا معايا فلوس ولا هو بيتباع هنا. فممكن اتذمر على ربنا واقول له انا نفسي في التفاح ليه يا رب، وانا ليه احط نفسي في التجربه دي؟ من البدايه مش عايزه، هقطع القصه دي. ايه ده؟ ايه الايمان ده؟ ايه الاراده دي؟ ايه الحب ده؟ طب دي مخدومه ولا خادمه؟ جبتيها منين؟ والبنت اللي قالت كده يعني مش غلبانه، ده يعني لو خدت كل اللي معاك اديتهولها ما يكفيش نبتدي، لانه غلابه خالص، غلابه علما ومعرفه وفقرا طبعا. طب جابت منين الايمان ده؟ الحقيقه ساعات كتير المخدوم هو اللي يدي الدرس للخادم، مش الخادم هو اللي يدي الدرس للمخدوم. وعشان كده لما بطرس قال لكرنيليوس انا انسان مثلك، هكذا الرساله بتاعتنا ان كل خادم محتاج ياخد باله انه هو ايضا انسان مثل المخدوم. التعليم جاي للخادم والمخدوم، مش للمخدوم بس، والخادم ده فوق اي حاجه يعني. نختم الإصحاح ده كمان بأنه ابتدى يعرفوا المسيحية، وابتدت الناس تتكلم مع الوثنيين عن ربنا يسوع لكل المجد، ابتدوا يؤمنوا. فالرسل بعتوا بقى برنابا الجميل يبتدي يبشر للأمم. ولما ابتدى يبشر لهم والناس ابتدت تآمن، راح دور على بولس الرسول، لقاه في طرسوس زي ما اتفقنا، هو كان رجع، فراح جابه وقال له تعالى اخدم معايا. وقعدوا يخدموا مع بعض سنة كاملة. وبعد السنة الكاملة دي الحقيقة كان ابتدى يدعى المسيحيين مسيحيين. دي أول مرة نسمع عن اسم مسيحي، كانت في الإصحاح ده، الإصحاح ال11، وكانت اتقالت للناس المؤمنين في أنطاكيا. ومن هنا ابتدت لقب مسيحيين. قبل كده كان اسمهم تلاميذ أو قديسين أو ليهم ألقاب كتير، لكن كلمة مسيحي أو مسيحيين ابتدت من إصحاح ال11.